ولد كويس فعلا وشجاع بطريقة ما حدش كان متوقعها. قدر يقف ورا العدو ويعطلهم كفاية علشان يحمي اللي حواليه، ولولا وقفته دي كانت الوقعة هتبقى مأساوية وصعبة على الكل. شياوشو كان فاكر إنه خلاص تخلص من الخطر وإن المطاردة انتهت، لكن المفاجأة إنهم قابلوا المجموعة قدامهم في نص الشارع فجأة. الخوف مسك قلبه فجرى من غير تفكير ولا حتى بصة وراه. المجموعة كانت وراهم فوراً، والمرة دي كانوا مستعملين كل قدراتهم الخاصة اللي بتخليهم أسرع وأقوى. شياوشو واللي معاه نطوا في حارة ضيقة أملاً إنهم يضيعوا وسط الطرق. العدو كان خلاص على وشك يمسكهم. شياوشو اندمج وسط الزحمة بسرعة جنونية، بيحاول بأي طريقة يخلص من المطاردين اللي بتقودهم البنت صاحبة الشعر الأحمر دي. حتى طلعت تليفونها وبدأت تاخد صور وهي بتجري. لكن اللي ما تعرفوش هو سرعة شياوشو غير العادية. أول ما المجموعة وصلت كان هو مخبي نفسه تحت في ركن صغير. ملحقش يفرح، لقى البنت اللي شعرها أحمر ظهرت فوق بشكل مفاجئ، ومن الخضة هو والقطة نطوا بسرعة. فيلم خيال وحركة محلي جامد جدا، والنسخة الكاملة ليه تستاهل المشاهدة. تأكد إنك مش هتتخيب